هنتعرف في الشابتر الاولاني الاكاونتنج ان اكشن. هنعرف مع بعض ايه الاكاونتنج ان اكشن، المحاسبه في الاكشن. ايدنتيفاي ذا اكتيفيتيز، هنحدد ايه الانشطه اللي بيقوم بيها المحاسب اند يوزرز، ومين اللي بيستخدم associated with accounting، مين اللي بيستخدم المعلومات المحاسبيه، مين اللي بيستخدم الحاجات ديت. هنعمل كمان explain the building blocks، هنوضح كده ايه الحاجات الاساسيه في المحاسبه اللي هي الايثكس، اخلاقيات المهنه، ايه المبادئ، ايه المعايير بتاعه المحاسبه، ايه الفرضيات اللي في المحاسبه الاسامبشنز. هنعمل كمان الستيت ذا اكاونتنج، او هنعرف كمان الستيت ذا اكاونتنج ايكويشن، ايه المعادله المحاسبيه اللي بيعتمد عليها علم المحاسبه ده كله، and define its components، وهنوضح ايه هي مكونات الايكويشنز دي، ايه هي مكونات المعادله المحاسبيه ديت. هنعمل analyze، هنحلل the effect، كل تاثير of business transaction، اي حاجه بتحصل في الشركه بتاثر ازاي على الاكاونتنج ايكويشن اللي احنا قلنا عليها الاساس بتاع علم المحاسبه دي. فهنعرف كل حاجه اي حاجه بتحصل في الشركه بتاثر عليها ازاي، على الاكاونتنج ايكويشن، على المعادله المحاسبيه. describe the four financial statement، هنوضح ايه هم الاربع قوائم ماليه اللي هو المنتج النهائي بتاع المحاسب and how they are prepared، وازاي بنعملهم ازاي على الاكسل، وبنوضحهم ازاي، وهنوضحهم بكل تفاصيلها. في ابندكس بيوضح لك explain the career opportunities، ايه الفرص المتاحه ليك في السوق انت كمحاسب لما تدرس كورس محاسبه، ايه اللي ممكن تشتغله بالمحاسبه اللي انت اخدتها ديت. اخر حاجه هناخد describe the impact of international accounting standard، هنعرف ايه مدى تاثير المعايير الدوليه، الانترناشونال اكاونتنج ستاندرد، المعايير الدوليه في اليونايتد ستيت فاينانشال ريبورت، في جوه امريكا اليونايتد ستيت فاينانشال ريبورت اللي هو التقارير الماليه الخاصه بدوله امريكا. هتاثر ازاي المحاسبه المعايير الدوليه مع المعايير الامريكيه، ايه وجه التشابه، ايه وجه الاختلاف، هنعرفهم مع بعض خلال الشابتر رقم 1.